ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى هعمل ايه؟ بسله دي كنت مفرزاها معاكم قبل كده، والجزر. هنا بقى ايه؟ وهنا دي حاجه السلطه عباره عن خيار وقوطه وفلفل الوان وليمون وبقدونس. وهي قبل اول فيديو كده كان في لحمه دي مجمده، وايه وبصل متقطع وطماطم مضروبه في الخلاط وعليها قرن فلفل اللي هو الرومي الاحمر ده لو متوفر. لو مش متوفر خلاص. هنا بقى حطيت اي ماده دهنيه انتوا عاوزينها، سواء سمنه او دهنه او زيت اللي انتوا بتحبوا تطبخوا بيه. انا حطيت هنا حته دهنه، وبعد كده بقى هي سخنا الحله قوي، وبعد كده هنزل عليها باللحمه عشان تاخد ايه صدمه. افضل بقى اول ما تاخد لون كده اقلبها على الجنب التاني. وفي ناس بتحب تحط توم في البسله، بس انا بصراحه يعني ايه مش بفضل، بحبها كده. لو انتوا بتحبوها بتوم عادي ممكن تزودوا توم، لكن ايه انا مش عامه بتعب من التوم وكده. وهنا بقى هقلب اللحمه على الجنب ده والجنب ده شويه لحد ما ايه ما تاخد لون. وبعد كده بقى ايه هقوم نازله ايدي بصلايه واحده، يعني بصلايه واحده وسط كده قطعتها على ايدي، يعني مش مستاهله كبه ولا حاجه. حتى بصوا لونها اللي هو لسه بصل جديد، مش بصل القديم تحس انه مش لونه عامل قوي كده. هشوح بقى في البصلية شوية، يعني مش كتير، يا دوب تدبل بس كده. وبعد كده ايه هنزل بقى بالطماطم اللي هي الايه اللي انا عصراها. بجيب فلفل اللي هو الرومي دوت، وبحطه في اكياس في الفريزر. لما اكون مثلا هعمل صلصة بقوم مطلعه واحد او اتنين، واقوم ايه حطاهم مع الطماطم. بفضل يعني ايه بفضل ان هو كده احسن. يعني كان والدي جاب لوالدتي 3 شنط، فادتني شنطه قالت لي خدي ايه قسميها في الكيس وحطيها في الفريزر، او حطيه كده بالكيس في الفريزر وايه وطلعي بس ايه على زي ما انت عايزه، مع سنه 2 3 على حسب ايه الطماطم اللي عندي. هنا بقى ضربت الطماطم، هحط بقى ايه هو في ايه هحط بقى مش عارفه حصل العطل فني ولا ايه. هحط بقى هنا حطيت شويه بابريكا وشويه فلفل اسمر بس، من غير اي اضافات تاني ولا ملح ولا اي حاجه دلوقتي، عشان اللحمه ايه تستوي. مش فاهمه هو في ايه اللي بيحصل، وايه في حاجه غلط في التصوير مش عارفه. المهم هنا بقى كان خلاص اللحمه استوت والتسبيكه سبكت اهي زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالايه بالبسله والجزر كده ايه، هم بصوا لسه ما فكوش يعني فمجمدين. هنزل عليهم لسه ما زودتش اي سوائل خالص، يعني ما زودتش ولا اي شويه ميه حتى. هنا بقى هي بعد بصوا ما فكت هنزل بقى بشويه ميه سخنين، يعني مفضلش ان انا انزل ميه من البتاع يعني من الحنفيه. بصوا البسله هنا بقى اسمها ايه يا ربي السلطه خرطتها اهي، والليمون بقى عصور عليها ايه قبل يعني قبل التقديم كده. ودي البسله اهيت كده خلاص كان قلبت بقى، بوطي عليها واسيبها تستوي ايه يعني براحتنا. بقى الرز عملت معاه كتير لان طبعا التصوير ما كانش مظبوط، فما حبيتش ان انا ارخم عليكم فشرحت لكم الحته دي. وانا البسله بقلبها وبنزل عليه بميه سخنه، وزي ما انتم شايفين يعني الرز مش حاجه يعني ايه صعبه، فانا عامله قبل كده كتير. بس ادي ده الشكل النهائي. دي البسله اهيت والسلطه